صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. النهارده يوم الجمعة، هشارككم يومي وهنشوف مع بعض الغدا اللي هنجهزه مع بعض وهنشارك مع بعض كل التفاصيل وكل التريكات وكل الاسرار عشان نعمل احلى غدا، احلى يوم جمعة. فضلا وليس امرا، لو انت مش مشتركة عندي في القناة اتمنى من حضرتك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يصلك كل جديد انا بنزله، وتعملي لايك على الفيديو وهتكتبي لي كومنتات حلوة لو عجبكم الفيديو. ولو حابين عايزين ان انا اعمل لكم فيديو معين او طريقة او اكلة معينة، اتمنى منكم تكتبوا لي في التعليقات وانا هعملها لكم. ولو في اي حاجة حابين تقولوها لي اكتبوها لي في التعليقات وانا هرد عليكم على طول. اول حاجة احنا يعني صحينا من النوم، صلينا طبعا، وبقى انا ما كانش ليا نفسي افطر، فانا عملت كوبايه نسكافيه كده، قلنا نشربها كده وبعد كده نبدا بقى نجهز في الغدا. وعملت فطار لاحباب الله، بس بصراحه ما صورتوش معاكم. قولوا لي بقى مين زيي بيستخدم كنكه القهوه كانها كاتل، رغم ان انا عندي والله كاتل، بس بصراحه بستصغر دي كده، بحسها ان هي يعني حجمها صغير كده، يا دوبك على قد كوبايه او كوبايتين، احسن ما اقعد اشغل الكاتل ومش عارفه ايه. فبصراحه انا مستسهله، مين زي حد بيعمل نفس العمله بتاعتي ديت. انا هنا كده النسكافيه بتاعي جاهز، وكده كنت بشربه، وبعد كده بقى نبدا في المعركه اللي ورانا. يلا بينا بقى، جاهزين؟ يلا. لو وصلت معايا لحد هنا اتمنى منك تعملي لايك لو ما كنتيش عملتي، واشتراك لو ما اشتركتيش في القناه. معانا هنا ربع كيلو من اللوبيا، دي لوبيا مستورده مش لوبيا بلدي. على ما اتذكر الربع كان ب14 ب15 حاجه زي كده يعني. هنا بتمسكي اللوبيا بتبداي تنقيها كويس جدا. عشان لو فيها اي حاجه تنقوها كويس جدا، لو فيها لوبيا مثلا تكون بايظه او فيها اي حاجه تنقاها كويس جدا. بعد ما نقناها هنحط عليها ميه بقى، ننقعها كده ساعتين 3 4 ساعات كده. بس اقل حاجه لو مستعجله عليها، يعني مثلا تسيبيها مثلا ساعتين ولا حاجه او 3. بعد بقى بقى ما سيبناها بقى ساعتين كده، هتاخديها بقى تغسليها كويس جدا على الحوض وتصفيها من الميه، وتجيبيها بقى عشان نحطها بقى نسلقها على البوتاجاز. انا كده غسلتها وصفيتها من الميه كويس جدا، كام غسله كده. وبعد كده هحطها بقى في الحله وانزل عليها بالميه، واولع عليها البوتاجاز تتسلق بقى مع نفسها. انا بحط لها ميه ساقعه عادي جدا، مش ميه سخنه ولا حاجه، دي ميه من الحنفيه بس، واحطها على البوتاجاز. المهم اهم حاجه وهي على البوتاجاز تقلبي فيها على طول، ايدك فيها رايحه جايه كده، تفضلي تقلبي فيها لحد ما تستوي معاكي. ولما تطلع معاكي ريم اللي هو بالشكل اللي انا بشيله ده بالمعلقه ده، هتشيليه كده معاكي بالمعلقه كلّاته، كل ما يطلّع معاكِ ريم تشيليه، وتفضلي تقلّبي فيها كده باستمرار لحد ما تستوي معاكِ. هتمسكي معاكِ واحدة تضغطي عليها، لو لقيتيها لسه ما استوتش هتسيبيها تاني في البوتاجاز لحد ما تستوي، تقلّبي فيها لحد ما تستوي. لو استوت معاكِ هتطلّعيها، ما استوتش هتسيبيها لسه تاني على البوتاجاز، تقلّبي فيها لحد ما تستوي معاكِ. والمهم أهم حاجة كل ما تطلّع ريم معاكِ تشيليه على طول أول بأول بالمعلقة كده، لحد يعني ما تستوي معاكِ اللوبيا. هي كده اللوبيا معانا استوت خلاص تمامًا كده كليًا، هناخدها بقى وننزله بقى في المصفى تحت المَيّة، ونصفي فيها اللوبيا ونديها شطفتين حلوين كده تحت الميه. واهم حاجه تسيبي اللوبيا تحت الميه لحد ما تبرد خالص، لان يعني لو سبتيها يعني قفلت عليها الميه وهي لسه مثلا دافيه شويه ولا حاجه، يعني هتستوي اكتر، فاهمه؟ تديها سوا زياده. فاحنا كده هي سوا كده معانا تمام حلو، فمش عايزين نسوي اكتر من كده، فنسيبها لحد الميه لحد ما تبرد تماما من تحت الميه الحنفيه، نقوم قافلين عليها. بس نشطفها برده كويس اللوبيا مطرح السلق. تمام. دي معانا دلوقتي هنجيب نفس الحله نغسلها برده ونقوم حاطينها على البوتاجاز، نولع عليها النار لحد كده ما النار تنشفها، وننزل عليها بحته ليا اللي هي دي اختياري معاكي، لو مش متاح عندك مش مشكله، بس اللي هي بتدي طعم حلو قوي بصراحه للطبيخ في العموم. هتنزلي بمعلقه سمنه على معلقه زيت، وننزل ببصلايه متوسطه. انا البصل عندي مفرزاه حاطاه في الفريزر، فبطلعه باخد منه مكعب على قد الطبخ. لو انت حابه تفرزيه بصراحه هيسهل معاكي كتير جدا، بس اهم حاجه لو انت هتفرزي البصل ان انت البصل ما تفرمهوش جامد لحد ما يعصر ميته، عشان كده غلط هيخلي البصل يبوظ معاكي. ودي حاجه. تاني حاجه لما تطلعيه من الفريزر تستخدميه مجمد زي ما هو، مش ما تستنيش لما يفك، لو فك هيبوظ كده معاكي ويطلع ريحه مش حلو. اما زي ما هو مجمد تاخدي المكعب على قد الطبخه بتاعتك وتحطيه
في الأكل يعني على البوتاجاز وهو سخن. تمام كده، ضربنا هنا الطماطم بتاعتنا معصورة ومتصفية هتنزلي بيها. وأهم حاجة عشان الطماطم يعني تحطي معلقة من السكر، هتحطي معلقة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم وكده. وتنزلي بالبهارات بملح وفلفل أسمر ورشة من السبع بهارات اللي هي يعني نص معلقة من السبع بهارات. وطبعا السكر معانا ده احنا حطيناه في الأول. دي كده خلاص، وهنسيب بقى ايه الصلصه معانا تتسبك، ونغطي عليها كده ونسيبها تتسبك براحتها. وبعد كده نبدا نحمر بقى ايه الشعريه عشان نعمل الرز. هنحمر الشعريه معانا بقى، تحطي يعني ايه نص كوبايه من الشعريه، تقلبيها كده في معلقتين من الزيت لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي. هنا الصلصة معانا كانت اتسبكت خالص تمامًا، بس أنا كنت مكترة في الطماطم بتاعة الصلصة، فهانقص منهم شوية في بولة كده أو في علبة تلاجة عشان نحطها في التلاجة نطلعوها نستخدموها في أي حاجة بعد كده نعوزوها يعني. يعني أنا كنت مكترة الطماطم، لو عاملة الطماطم بالضبط خلاص عاملاها كتيرة زي كده، انقصي حبة وخليها عندِك في التلاجة تنفعِك في أي وقت، مستعجلة أي حاجة هتبقى معاكِ الصلصة جاهزة. ولونها معانا جميل وحلو وجميل. لو أنتِ هتضربي طماطم وعندِك بنجر أحمر يا سلام لو حطيتيه معاكِ، هتديكي طبعًا أول حاجة قيمة غذائية وتديكي لون حلو للصلصة معاكِ جميل أوي. أنا عندي بنجر بس كان في الفريزر وأنا كنت مستعجلة، فمش كنتش لسه هاستنى عليه لمّا يفك عشان كنت خايفة على الهاند بلندر، كنت باضرب الطماطم بالهاند بلندر. هنا نزلت باللوبيا زي ما أنتم شايفين كده، حسيتها لسه يعني بيضة شوية، فقُمت ضايفة لها معلقة من الصلصة يعني اللي أنا عاملينها مسبكينها. وبعد كده أسيبها بس كده اللوبيا تتشرب بطعم الصلصة كده وتاخد مع بعضها كده، وبعد كده أنزل عليها بالمَيّة واسيبها تستوي. وهنا كنت برضه باحمّر الشعرية لسه كنت سايباها على البوتاجاز تتحمّر. لسه يعني إيه نقلّبوها كده حلو تاخد معاكِ لون أصفر. أنا باحب الشعرية تكون أكتر من الرز، مين زيي كده، في ناس بيعملوا يعني إيه الشعرية حبّة صغيّرين والرز أكتر يعني. بس بصراحة أنا باحس إن لمّا تكتّري شعرية الرز بتبقى طعم الرز جميل أوي، يعني طعمه بيبقى مختلف معاكِ، طعمه بيبقى أحلى، أمّا تبقى شعريته كتيرة كده. هنا الرز أهوّة الشعرية عفوًا، الشعرية بدأت تاخد معانا اللون الأصفر أهوّة. وادي اللوبيا معانا اهوّة هننزل عليها برضه من المَيّة، ونسيبها بقى إيه تستوي مع نفسها على نار هادية. عايزة تاخدي طعم حلو من أكلِك، دايمًا سوّي أكلِك على نار هادية، بلاش تسوّي على النار اللي هي العالية. كنت باوريكم هنا اللون الصلصة لونها حلو أحمر وحلو وجميلة. كده اللوبيا معانا استوت وهنقفل عليها. سوّي دايمًا زي ما باقول لِك الأكل بتاعِك سوّيه على نار هادية. لمّا تسوّيه على نار المستعجلة أنتِ كده يعني إيه، الحاجة معاكِ هتطلع مش طعمها مش حلو أوي زي ما أنتِ هتسوّيها على نار متوسطة كده، تكون نار متوسطة مش هادية اللي هي واطية. وخلّيها نار متوسطة كده تطلع معاكِ الأكل أحسن. حتى برضه الفراخ اللحمة يعني لو بتسوّي فراخ أو لحمة يعني ما تفكّريش مثلًا لمّا تولّعي النار عليها عالية، تسوّيها على نار عالية إن هي مثلًا كده تستوي معاكِ بسرعة ومش عارفة إيه، لأ بالعكس هي هتقعد تشرب في المَيّة بتاعتها وتقِل وتقعدي تزوّدي لها مَيّة. أمّا لمّا تسوّيها على نار متوسطة هتطلع معاكِ طعمها حلو، طعمها مختلف وهتلاحظيها حتى في أكلِك وهتبقى معاكِ كويسة. هنا الرز بتاعنا غسلناه. طبعًا الرز ده كمية الرز دي زي ما أنت حاليكِ على حسب مثلًا أسرتكم يعني ما شاء الله اللهم بارك، عدد أفراد أسرة كتير أو فردين أو 3 على حسب أفراد أسرتِك أنتِ هتبقي عارفة يعني أكلكم في الرز بيبقى قد إيه. إحنا عملنا الرز قلّبناه كويس كده شوّحناه كده مع الشعرية كده كويس يتشرّب كده من الزيت. وبعد كده نزلنا عليه بالمَيّة غطيناه بالمَيّة. دايمًا تخلّي مَيّة الرز يا دوبك إيه مثلًا يعني مغطية الرز بقد مثلًا عقلة الصبع، قد عقلة صباعِك كده بتغطّي الرز بالمَيّة. وبعد كده هنحط الملح، طبعًا الملح بقى شوفي يعني اضبطي ملح الرز بتاعِك، وتسيبيه يستوي معاكِ بقى لحد ما يتشرب بقى المَيّة، نهدّي عليه بقى يتلدّم مع نفسه. هنا بقى إيه، طبعًا اللوبيا استوت هنحطها على عين تانية ننقلوها بقى كده عشان إيه نسوي الفراخ معانا. وادي الرز برضه معانا كان اتشرب المَيّة، فنهدّي عليه بقى البوتاجاز يتلدّم مع نفسه بقى براحته، هنهدّي عليه النار خالص كده يتلدّم مع نفسه. هنا معانا بقى الفراخ. أول حاجة باعملها أنا بانزل بمعلقة سمنة، باشوّح فيها الفراخ. بتنزلي في الفراخ كده تشوّحيها كده في السمنة كده. وأنا باحب دايمًا يعني إن أنا أدّي للفراخ مع التشويحة لون، يعني زي أحمّرها كده، أخلّي لونها دهبي كده مع يعني مع التشويحة كده، إن أنا برضه إيه بادّيها لون. بابقى معليّة النار عشان ما تنزّلش مَيّتها وكده، عشان تحمَر معايا. أنا كان معايا 3 صدور فراخ، طبعًا الفراخ دي الكمية دي طبعًا يعني ديّة بتاعتِك. تعملي فرخة كاملة، نُص فرخة، وراك، صدور، اللي أنتِ عايزاه. يعني أنا بصراحة كان عندي 3 وراك فطلّعتهم غسلناهم كويس جدًا وسِبناهم يتصفّوا. وأهم حاجة تسيبي الفراخ بتاعتِك تتصفّى كويس من المَيّة، علشان لو سِبتِ فيها مَيّة بتعمل ريحة زفارة.
سواء هتطبخيها سواء تحطيها في الفريزر. بعد ما تغسلي الفراخ تسيبيها تصفي ميتها جدا لحد ما يبقاش فيها اي ميه، تشيليها بقى تطبخيها او تحطها في الفريزر. عشان ايه؟ الميه دي بتعمل ريحه زفار. هنا وانت بتشوحي الفراخ او بتحمريها بتحطي لها معلقه فلفل اسمر على كل يعني على الجهه دي وعلى الجهه ديت، بتديها ريحه جامده، وبتفرق معاكي التست ده بيفرق معاكي قوي في الاكل. انا هوت كنت عماله اقلبها يعني بديها على الجهه التانية كده، واقوم برضو حاطه عليها رشه فلفل اسمر. وبعد كده نزلت باتنين ورق لوري اللي هو ورق الغار. وبعد كده هنزل بفصين حبهان، وهنزل برضو برشه فلفل اسمر على الجهه التانية اهوت. وهاسيبها كده تتشوح كده شويه مع السمنه كده وتاخد لون معانا برضو من الجهه التانية. وبصي بقى بهارات الفراخ معاكي هيبقى معانا. بصي اللي هتطعمها هتبقى معاكي فلفل اسمر، ورق لوري، وفصين حبهان. وهتحطي بقى ايه رشه من نص معلقه من السبع بهارات او بهارات فراخ، وكزبره، وكمون. وطبعا معانا الملح ده اساسي ما تنسوهوش. وتشوحي كده الفراخ في البهارات بتاعتهم كده. وبعد كده هننزل عليهم ببصلايه مقطعات 4/4، وطماطمايه. بصي طماطمايه عايزه تقطعيها 4/4 برضو قطعيها. انا حطيتها سليمه بس من فوق كده فتحت لها ايه فتحتين كده بالسكينه كده. وهشوحها بقى كل ده مع بعض كده في النار مع السمنه التشويحه كده. لو عندك جزر يا سلام لما تحطي جزر. الجزر برضو لو عندي جزر بطلعه برضو احطه مع البصل والطماطم كده واشوح مع الفراخ، بيبقى طعمه يعني برضو بيبقى طعم حلو برضو للفراخ. لو حابه تحطي قرفه حطي، اللي هي القرفه الخشب ديت عايزه تحطي حطي يعني عادي برضو، بس انا بصراحه ما حطيتش، مش حبيتش طعم القرفه في الفراخ يعني المره دي. بعد كده ايه هزود الفراخ ميه عادي من الحنفيه، مش ميه سخنه عشان الفراخ تستوي براحتها. كنت لسه حطيت الملح، حطيت الملح. وهتحطي رشه كاري ورشه بابريكا. وتسيبيها بقى ايه الفراخ بقى تهدي عليها النار بقى على المتوسط كده. لا اول ما تغلي معاكي سيبي النار بتاعتها عاليه عادي، اول ما تغلي معاكي هتهدي عليها النار وتسيبيها تستوي براحتها على الاقل براحتها كده على البوتاجاز معاكي لحد ما تستوي معاكي. تختبريها كده مثلا بشوكه بخله اي حاجه تلاقيها استوت معاكي تقفلي عليها وتبقى كده الفراخ معاكي جاهزه. انا بس كل من وقت للتاني تدخلي تقلبيها ايه على الجهه التانية، تديها تقليبه كده لحد ما الميه تغلي معاكي. انا هنا كده اهوت سبتها بقى الميه بتغلي معايا بقى، هبدا اهدي عليها النار واسيبها بقى تستوي براحتها. بس هتديها تقليبه كده برضو ايه على الجهه التانية. لو وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتش لايك رجاء حطي لايك. هتفضلي بقى ايه تقلبيها كده ايه على الجهه التانية كده، ولو الميه بتاعتها حسيتي الشوربه بتاعتها نقصت شويه معاكي هتزودي لها ميه. في ناس بيعملوا الفراخ او اللحمه في العموم من غير طماطم، يعني بيعملوها ببصل بس. يعني لو انت برضو يعني انا بقت طماطم بتديها لون حلو للشوربه، بتديها طعم حلو. لو انت برضو مش حابه تضيفي طماطم ما تضيفيش، بس انا بصراحه انا متعوده كده، ماما كانت بتعمل كده وانا بعمل زي ماما. بتحط طماطم في الشوربه بتخلي طعم الشوربه ولونها جميل، يعني احسن من اللون الابيض. بصراحه مش بحب لون الشوربه لما يكون ابيض، لما يبقى لونها مثلا يعني محمر كده حاجه بسيطه كده بيبقى يعني لونها حلو، وبيبقى برضو طعمها كويس معاكي الشوربه. هنا كده أنا من وقت للتاني باقلّب الفراخ واسيبها، ولمّا الاقي مَيّتها بتنقص بازوّدها مَيّة. وهنا بتكون معانا الفراخ بقت معانا جاهزة واستوت. هاطلّعها بقى من الشوربة عشان إيه أحمّرها. أنا هنا هاحمّر الفراخ في الair fryer. لو ما عندكيش air fryer أنا محمّرة في الair fryer من غير أي مادة دهنية نهائي. أنا دخّلتها كده تاخد لون معانا كده دهبي حلو تحت الair fryer من غير أي مادة دهنية ولا زيت ولا سمنة ولا حتى معلقة واحدة ولا أي نقطة زيت خالص، زي ما هي كده دخّلتها الair fryer طلعت معانا لون جميل هتشوفوه دلوقتي. ما عندكيش air fryer عايزة ت تح تشو تحمّريها كده في معلقة سمنة على معلقة زيت كده، تحمّريها كده تمام. عايزة تاكليها زي ما هي كده أنتِ عاطية لها تحميرة وأنتِ بتشوّحيها في الأول خالص، يعني برضه محمرة حاجات بسيطة معاكِ. شُفتِ لونها واخدة لون جميل أوي، محمرة معاكِ لون بسيط فتمام، يعني شوفي إن أنتِ يريّحِك. ممكن تدخّليها برضه تحطّيها في صينية وتدخّليها تحت الشواية في الفرن بتاع البوتاجاز برضه هتاخد معاكِ لون. ادّيناها دهلة بسيطة كده من السمنة أو الزيت، وقومي مدخّلاها كده تحت الشواية تاخد معاكِ برضه لون حلو. شايفين لونها جميل؟ كمان الإضاءة مش مبينة لونها، واخدة لون جميل والله من غير أي مادة دهنية خالص في الair fryer. هنا بقى يالّا بينا نجهّز الأكل بقى نرُص الأكل. هنا اللوبيا شايفين لونها جميل وحمرا وحلوة، ومعانا مستوية وطعمها جميل. آآ
هنغرف باقي الأكل بقى. بُصّي التقديم ده بيبقى حلو أوي، يعني أهم من الأكل، لمّا العين تشوف الأكل حلو بصراحة بيبقى جميل. فأنتِ ممكن يعني لو أنتِ حتى في الطبيعي بتاعِك بتغرفي الرز عادي، ممكن يعني خلّيها مرّة مختلفة تعملي فيها شكل حلو في تقديمة الرز، تغيّري تقديمة الرز، تغيّري الشكل بتاعها في أي حتى لو مثلًا ما عندكيش أي حاجة تعملي ممكن تجيبي اللي هي البولة الصغيرة ديّة مثلًا اللي هي بتبقى مع الأطقم بتاعة الأكل، عفوًا قصدي اللي هي البولات اللي هي بتبقى مع الأطقم اللي هي الأطقم بتاعة الأطباق ديّة، اللي هي البولات اللي هي دي. ممكن تحطيها رز كده وتقومي قلباه كده في قلب الطبق يطلع معاكِ برضه شكل حلو وجميل كده ويبقى برضه تغيير. ده البتنجان المخلل اللي إحنا عاملينه مع بعض، لو أنتِ ما شُفتيش الفيديو ادخلي عليه وشوفيه في القناة، بصراحة جميل أوي، هاحط لكم اللينك في أول تعليق مثبت. بصراحة والله طعمه جميل أوي، أوي، أوي حلو. أنا بصراحة يعني ما عادش موجود، شوفي أنا عاملاه بقى لي يومين وما شاء الله بألف هنا، كلناه كُلّاته. أنا هنجيب تاني ونعمله تاني، أنصحِك تعمليه وبيدّي طعم حلو جنب الأكل، طبعًا شوربة وعصرة ليمون وبألف هنا. أشوفكم في فيديو جديد.